يا صباح الخير على كل اللي بيتابعونا، وبفكركم يا ريت اللي ما عملش لايك وسبسكرايب لقناتنا يا ريت يعمل. النهارده جايبه لكم افضل اكل للقطط الشرازي. القطط الشرازي حساسه جدا، و يعني بالبلدي كده انفه في اكلها. طيب هنعمل ايه؟ ناكلها ازاي؟ وخصوصا لو عندنا قطط كتير وفي ظل الاسعار العاليه دي، فانا جايبه لكم كذا طريقه ان ازاي ناكل قططنا الشرازي باقل سعر، والاكل المفضل ليها وبياكلوه فعلا بنهم وبيحبوا الاكل ده. اول حاجه بجيب من عند بتاع الفراخ او من عند اي مجزر فراخ. بجيب من عنده الروس والرقاب والجنيحه، وبسويها عادي جدا زي ما بسوي الاكل بتاعنا. دي اكتر حاجة بيحبوها جدا. بس زي ما قلنا قبل كده ما بنسيب لهمش الاكل قدامهم 24 ساعة، بنحطه بمواعيد ونشيله. نحطه كتير بكبيره قوي ساعة، انا بحطه نص ساعة واشيله عشان ما يزهقوش. دلوقتي قدامنا لولي اهي، وده الاكل انا مسوياه، وبيفطروا الساعة 7 الصبح. وويندي ودودي كمان اهي، ولوكي باشا بيفطر ما شاء الله. بس هو عيب لوكي ان هو بينقي الراس الكبيره، مبيقدرش يخلصها، بيفدخها وبيرميها، وهما ما بيرضوش ياكلوا مطرحه. يعني هو مش بياكل الراس كلها كامله، لا، بياكل راس واتنين، ويجي مثلا على التالتة يفدخها ويرميها، على الرابعة يفدخها ويرميها. انا بعد كده هحط له كمية قليلة، مش هحط له كتير لان هو بيبوظ الاكل كله. دي برضو انا اتعلمتها من لوكي باشا. آه في كمان، هم كمان السمك بيحبوه، بس يا ريت نشيل منه الجلد والعظم والشوك، وندولهم مرة في الاسبوع. ما نكترش من اكل السمك ليه، ويكون مستوي. نبعد عن السمك الني، ونشيل منه الجلد والشوك او العظم. كمان اللحوم هما بيحبوها جدا، فلو في بواقي لحوم عندنا او احنا بنجيب لحوم ونعمل حسابهم، بخلطها بالبطاطس المسلوقة واهرسها مع البطاطس المسلوقة. الفاكهة هي اكتر القطط ما بيحبوش الفاكهة، لكن انا عندي هنا بيحبوا الفاكهة، بس ابعدوا عن العنب. عندي دودي بتحب المانجا جدا، بديها قطع كده بسيطة صغيرة. عندي بيحبوا الفاكهة، بس ابعدوا عن العنب. العنب مضر للقطط، وخصوصا القطط الشراسي. ده الاكل بتاعهم، انا مسويه لهم الرقاب والروس والجناحة. لوكي الراس تقيلة عليه، مش عارف يقطمها، مش عارف يشيلها، بس هو جعان وبيحب الرز دي. الخضار انا باكلهم خضار، ولو خضار ني في عندي بيحبوا الخيار جدا، بقطعه حتت صغيره واديهولهم. دودي ولولي بيحبوا الخيار. القطط الشرازي هي ما بتاكلش اي حاجه، بس لو اتبعتوا اللي انا بقول لكم عليه ده هتوفروا كتير، والقطط بتاعتكم هتاكل وهتتبسط وهتشبع. اللبن طبعا هما بيحبوا اللبن جدا، بس ما تحطيش اللبن بيور عشان ما يعملش اسهال. زوديه تلته ميه، يعني تلتين لبن وتلته ميه. هما بيحبوا اللبن جدا.
اهو رايح ياخد راس تانية، ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. هو طماع لولي. أهو. لولي واقفة قدامه ومش عايزة تاكل، مستنيها لما هو يخلص اكل. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا من المعلومات اللي فيه، ياريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب للقناة. ولو في اي حاجة ممكن تكتبوا لنا في التعليقات اسئلتكم واحنا هنتابع معاكم. صباح الفل عليكم.